المرض ده ابتلاء كبير من عند ربنا، لازم الواحد يرضى بنصيبه ويحمده. لكن بصراحة في نوعية من الناس بتستغل المرض وتاخده فرصة لجذب الانتباه، ومش بس كده، لأ، دي بتستغل المرض عشان تجمع منه فلوس وتبرعات وهي ما بتكونش محتاجة. والمصيبة الأكبر إن في ناس بتدعي المرض عشان تجمع فلوس. تعالوا نسمع قصة النهاردة ونعرف إيه اللي حصل. يلا نبتدي ونقول بسم الله. هاجر، صباح الخير، انت فين يا بنتي؟ اتأخرتي ليه؟ تعالي كلمي ميس مروة، دي بتسأل عليكي من الصبح. معلش اتأخرت النهاردة شوية، بس خلاص أنا هروح أشوفها هي محتاجة إيه. صباح الخير يا ميس مروة. صباح الخير يا هاجر، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. طب وجوزك عامل إيه دلوقتي؟ طمنيني. الحمد لله على كل حال. والله يا ميس مروة ما بقتش ملاحقة ولا عارفة أعمل إيه، الحمل كله عليا والشغل ما بقاش بيكفي حاجة. طيب وبرضو أهله مفيش حد بيساعد خالص؟ بييجوا يسألوا وعلى طول معانا، لكن على قد السؤال وبس، لكن كل المصاريف مفيش، كل حاجة عليا، محدش بيساعد بأي حاجة. ربنا معاكي يا هاجر، ما تقلقيش، أنا معاكي ومش هسيبك. وزي ما انتي عارفة أنا مبلغة ناس صحابي ومعارف كتير، وكل شهر زي ما وعدوا بيبعتوا الفلوس على طول. أنا مش عايزاكي تشيلي هم خالص، وأنا معاكي ومش هسيبك، وهنزلك شغل كتير، وانتي اشتغلي على قد ما تقدري عشان أزودلك المرتب. الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك يا هاجر. الولاد فين امال؟ رجعوا من المدرسة، اتغدوا وناموا. طيب حضري لي الغدا لحسن انا هموت من الجوع. من عينيا يا حبيبي. بقولك ايه يا احمد، عايزه اجيب شويه حاجات كده للولاد، اصل الترنجات الشتوي بتاعتهم صغرت عليهم. ماشي يا هاجر، بس اصبري كده يومين، خلاص القبض هينزل وهنشوف هنعمل ايه. لا ما تحملش هم، ده انا مرتبي الشهر ده هيزيد جامد قوي. بجد؟ ازاي؟ ده انت لسه مرتبك زايد الشهر اللي فات، وزيادة مش قليلة، معقول كل شهر يزيد كده؟ ايه يا احمد، قول ما شاء الله، ما يحسد المال الا اصحابه. يا ستي ما شاء الله، بس انا مستغرب. ما انت عارف يا احمد طبيعة الشغل بتاعي، كل شغلنا على النت، وكل ما نزود التارجت بتاعتنا بناخد بونص. وانا بقى الصراحة الشهر ده عاملة ايه، ضغط كتير جدا في الشغل، عملت اكتر من الشهر اللي فات بكتير. فما تحملش هم، هننزل ونجيب كل حاجة، وانت كمان محتاج هدوم ونتغدى بقى بره. نسيت اعرفكم بنفسي، انا هاجر، عندي 33 سنة، متجوزة من أحمد، وعندنا ولد وبنت. جوزي إنسان طيب قوي وبيحبني وبيحب البيت، شغال في شركة والحمد لله مرتبه كويس، يعني مش بطال في الزمن ده. الله يكون في عون كل راجل ويقدروا على بيته اليومين دول. وأنا كمان شغالة في شركة خاصة عشان أساعد جوزي، بس أنا بقى مختلفة عن أحمد، أنا بحب الفلوس قوي وبحب أصرف وأتمتع وأجيب كل حاجة، يعني لو معايا 1,000,000 جنيه هصرفهم. فمن وجهة نظري إن مرتبي ده مش مناسب ليا ولا لاحتياجاتي، وطبعا مرتب جوزي برضو مش مكفي، ومهما اشتغلت كتير وتعبت برضو مش مكفيني. فقررت أعمل اللي هيخليني راضية وهيخلي الفلوس معايا ما تخلصش أبدا، وده لما عملت. لحد هنا خلص الجزء الأول، بس يا ترى هاجر عملت ايه عشان يبقى معاها فلوس كتير قوي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء التاني، استنوني.